يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. نهاركم سعيد يا حبايب قلبي. ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب. تحط اللايك للفيديو الجميل ده، وصباحكم فل وورد وهنا وياسمين. دي خميرة فورية. انا منشطة الخميرة عشان اضمن النتيجة بتاعتها. حطيت معلقتين من السكر ومعلقة خميرة، ودفيت شوية مية وحطيتهم فيها، قلبتهم وسبتهم لما الخميرة اتفعلت معايا. جيت هنا بقى حطيت اللبن وحطيت مية دافية علشان ادفي الخميرة، وبعد كده هنزل بالخميرة على المية الدافية واللبن زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل بقى شوية عيش بقى من بتاع الفرن ده النهاردة. علشان ايه؟ طبعا ما توقفيش على الفران كتير، وبيبيعولك السبعة كده ب10 جنيه، حاجة صغننة كده ما تشبعش حد. وتعملي بقى للمدارس وتعملي للبيت بالهنا والشفا، حاجة بقى فاخر كده من الآخر. ومعانا كيلو بقى من الدقيق بعد ما حطينا كوباية الا ربع على اللبن والخميرة، كوباية الا ربع زيت بس كده، مش هتحطي أكتر من كده. هتقلبي بقى الكيلو الدقيق زي ما انت شايفة كده، وهتخلي بس منه شوية كده علشان لو احتجت دقيق أو احتجت لبن أو مية تحط براحتك. تمام تمام. هنا نزلت بقى بالعجينة كده ان انا اعجن العجينة بتاعتي. احتجت شوية الدقيق حطيتهم عشان الم العجينة بتاعتي. خليت معلقتين كده من الزيت عشان اسلك بيهم ايدي الاخر كده بعد ما اعجن العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. فنزلت بقى اعجن العجين بتاعنا. اهم حاجة تعجني العجين كويس اوي. هنا بقى عايزة الم العجينة، حطيت المعلقتين الزيت اللي قلتلكوا عليهم، اللي كنت حيشاهم من الاول. تمام تمام كده. خطوات مظبوطة ماشيين مع بعض كده تمام. وعجنت العجينة بتاعتي لما لمت اللي في الطبق ولمت اللي في ايديا ونعمت معايا وبقت تمام التمام. شايفين منظر العجينة؟ بس ماشية معايا حلاوة اهو. بصوا تمام. حطها بقى في الطبق بتاعنا كده واغطي عليها لما تخمر ارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني بعد العجينة كده ما خمرت معايا، مش هلمها ولا حاجة. هجيب الصاج بتاعي ارش رشه بس من الدقيق بسيطه كده، واقطع بقى التقطيعه اللي انا عايزاها. طبعا انا عايزاها صغيره زي بتاعه الفرن، بس هي كانت يعني ايه، اكبر سنا من بتاعه الفرن كمان يعني. هنا كنت خلصت كده التقريص. بصوا بسم الله ما شاء الله، كيلو دقيق عمل لي كميه حلوه. فاضل كمان حته كمان اهي، هقطعها جت كمان 3 ترغفه من بتاعه الفرن الصغنن ده. تمام تمام. هنا حبايب قلبي لازم تخمري العجينة كويس جدا جدا علشان تطلع معاكي ناجحة. انا بس كل اللي انا عملته ان انا استعجلت عليها شوية، فايه هي حلوة معايا وكل حاجة، بس طبعا كانت عايزة تغيب شوية كمان عن كده. مش هكدب عليكم يعني، بقول لكم الصراحة. هنا بقى جيت ابطط العيش بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. فرشت حاجة على صينية يعني قماشة من بتاعة العيش، ان انا بقطع عليها القرص وبقطع عليها العيش وكده عشان ما يلزقش في الصينيه. والعجينه ماشيه معايا بسم الله ما شاء الله، ولا محتاجه ايه نشابه ولا محتاجه اي حاجه. والله العظيم حلوه معايا وماشيه معايا ايه، ما حطيت عليها نشابه قسما بالله. وزي ما انتم شايفين كده، بصوا العجينه ماشيه معايا ايه، بقول لكم حلاوه يعني. بصوا ماشيه معايا بصراحه، ناعمه قوي وحلوه وريحتها كمان جميله. والمخبوزات بقى في البيت بتبقى لها ريحه كده يا جماعه. والسمك بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. هنا جيت بقى ولعت الفرن عشان اسخن الستاك بتاعي قبل ما احط القرص على او العيش على الستاك. هنا الستاك كمان سخن زي ما انتوا فاهمين. انا سخنته شويه، ولعت الفرن وحطيته كده ايه، هو فاضل الاول يسخن كده، وبعدين كده هحط ايه العيش بتاعنا عشان يقب معانا ويبقى كويس. لو حطيتيه والستاك سخن الستاك بارد ما بيقبش قوي. تمام تمام. بس لما تسخني الصاج بتاعك اللي انت هتخبزي فيه بيبقى بتقب العيش معاكي على طول. شايفين منظر العيش عامل ازاي؟ بس هو كبير شويه يا جماعه عن بتاع الفرن كمان. هنا بقى جيت احط الصاج اهوت بعد ما عملت ما مليته. احطه الاول تحت هياخد لون من تحت الاول، وبعد كده هحطه على الشوايه من فوق ياخد لون احمر وحلو. بصوا بقى بصوا من تحت استوى اهوت، والعيش قابب معانا ما شاء الله زي الفل اهو. هطلعه فوق كده ياخد وش، ياخد لون بقى احمر كده حلو. هنا بقى بعد ما طلعته من الفرن بسم الله ما شاء الله العيش بتاعنا جميل والخميرة حلوة وكل حاجة اهو. بس انا كمان استعجلت عليه شوية زي ما قلت لكم،
انت تغيبي عليه شوية علشان ايه، ما تبقاش واحدة خمرانة وواحدة مش خمرانة. بس والله العظيم كان تحفة وطعمه جميل وما شاء الله، يعني مش عايزة اقول لكم بقى. قعدنا بقى ناكل بقى وبالهنا والشفا، والعيال كمان بتحبه قوي. اهو بصوا، جيبي بقى معلقة من السمنة البلدي، تسيحيها كده وتدهني الوش بالفرشة كده. يا سلام يا سلام، بيديكي ريحة بقى ويديكي طعم تحفة. شايفين الخبيز عامل ازاي؟ اهو. والصاج التاني طلعته كمان اهوت، وهمسك بقى بالفرشة السمنة البلدي يا جماعة، ودهنه وشه بس كده بالسمنة البلدي. تشمي بقى ريحة بقى وتاكلي طعم مش عايزة اقولك عامل ازاي. تحفة 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 والله العظيم، جميل 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 يعني. بسم الله ما شاء الله، انتوا شايفين النتيجة قدامكم اهوت، على عينك يا تاجر، كل حاجة قدامكم. هنا بعد ما خلصنا كده الكمية، بسم الله ما شاء الله، الكيلو الدقيق رملنا حبة حلوين قوي. بسم الله ما شاء الله. ويا ريت لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة، بالله عليكم ما تنسونا في اللايك والاشتراك. شايفين بقى، قدمي بقى بالهنا والشفا. قدمي بقى القرص بتاعتك او العيش بتاعك خدماه بقى ومنضفاه، وحاجة بقى يعني حاجة نظيفة كده. حطي بقى شوية بطاطس، بيضة مسلوقة، خلطة بتنجان، وكلي بقى بالهنا والشفا. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.